ليه عمل عمليه جراحه سمنه؟ طب ما انا شفت حالات تخنت بعد ما عملت عمليه جراحه سمنه، ما هو بيرجعوا يتخنوا تاني. اول فكره في دماغهم. انا عايز اقول لحضرتك ان ده اكبر تخوف، ده حقيقي. يعني انا بحيي حضرتك على السؤال ده، ان ده فعلا من اكبر التخوفات. بيقول لك انا يا دكتور بنت خالتي عملت العمليه وبعد سنتين ثلاثه وخست وبقت جميله وممتازه، بعد سنتين ثلاثه رجعت تخنت. اما يعين بيخش لنا الدخله دي بنقول له اول حاجه لو سمحت انت دايما بتشوف الجزء السلبي فقط. يعني بعض الناس بتبين الجزء السلبي، لكن ايه الاسباب وازاي نتلافاها وازاي نعملها؟ وده يرجعني للنقطه اللي قلتها لحضرتك في اول ان العيان يبقى فاهم طبيعه العمليه. يعني على سبيل المثال عمليه زي عمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده من اشهر العمليات ومن اكتر العمليات اللي بتتعمل في العالم كله، مش بس في مصر ولا في الشرق الاوسط. لو العيان فهمها صح وتعامل معاها صح مستحيل يرجع في الوزن. طب يفهمها صح ازاي؟ من اول مقابله دي في العياده بنشرح له العمليه بالظبط ازاي وطريقتها ازاي، ايه الجزء اللي بيستأصل ده فايدته ايه، ازاي هيمشي حياته مش اول سنه بس، سنه واثنين وثلاثه. لما العيان بيتبع هذه المعايير مستحيل يرجع في الوزن. فهو دايما بنشوف ايه، العيان بيسالنا يقول لك انا رجعت في الوزن